كان هناك فيل كبير يعيش في غابة جميلة، وكان لديه العديد من الأصدقاء: قرد، وزرافة، وأرنب. كان الفيل يحب اللعب مع أصدقائه، لكن بسبب حجمه الكبير كان يتسبب في تدمير الكثير من الأشياء حوله دون قصد. في أحد الأيام، قرر الفيل أنه يريد أن يكون مفيداً لأصدقائه. فكر في كيفية مساعدتهم دون أن يتسبب في أي أذى. بعد تفكير طويل، قرر أن يستخدم قوته في شيء إيجابي. بدأ بإزالة الحجارة الكبيرة من الطريق، مما جعل مرور أصدقائه أسهل. عندما رأى الأصدقاء ما فعله الفيل، شعروا بالسعادة والفخر. أدركوا أن الفيل ليس مجرد كائن ضخم، بل هو صديق يمكن الاعتماد عليه. من تلك اللحظة، بدأ الفيل وأصدقاؤه في العمل معاً، كل واحد منهم يستخدم مهاراته الخاصة. فالقرد كان سريعاً في التسلق، والزرافة كانت تستطيع رؤية الأشياء من بعيد، والأرنب كان سريعاً في الجري. هكذا استمروا في التعاون والعمل الجماعي، مما جعل حياتهم في الغابة جميلة ومليئة بالإنجازات.